قولها لمتابعيني. ان شاء الله توصل 1,000,000 حبيبي. والله يسعدك. الله يسعدك ابدا، بالتوفيق. الله يسعدك. السلام عليكم. رجع الرجال، شو اسمك؟ زياد. ونعم زياد. ليش يوم شفتني سويت كذا؟ صدمة أول مرة أشوف يوتيوبر. حبيبي الله يسعدك. ايش تقول لهم كلمة؟ خل سناب. تبدأ انت تشوف سناب. الله يسعدك حبيبي، تشرفت والله فيك. كان ودي اصور معه سناب بس الرجال مرة مستحي، ولا كان ودي اصور معه سنابات كذا، لا حد يستحي اذا شافني زيه. اللي توني منزل صورته شافني سوالي كذا. انا ضد فضيت كذا. الزبده انه راح شوي يتوفى الله يرحمه. اوريكم مشهد لو تشوفونه على الحقيقه يمكن تنتحرون. شوفوا السبعه حقت الفيصليه، تشوفونها كل شوي تغير لون. والله العظيم لو تشوفونها على الطبيعه يمكن يغمى عليكم. طبعا هذا تقاطع. شوفوا راعي الجيب ما يعرف يداول. شوفوا راعي الجيب. شوفوا هذا المفروض. شوف كيف. والله بغى يسلم. والله بغى يسلم. لا اله الا الله. تشوفون موتري؟ هذا هو. زبد انه هذا موتري ابو فتحة سقف. الحين بحط لكم عليه اشاره. واو سبحان. انا رحت مطل المملكه ورحت مطل الفيصليه. صراحه مطل المملكه حلو بس مشكلته الزحمه. مطل الفيصليه فاضي، ما في الا انت 2 3 4 والله صراحه يعني. شكرا. السلام عليكم. الزبده اليوم مع ريان وابو عابد في المملكه في المطل. والله توني اكتشف ان الرياض مرسومه رسم لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. في المقلب طلبت لايكات. إذا وصلت هذه اللايكات إن شاء الله في خلال 24 ساعة على طول راح تنزل لكم القصة، لأنه القصة جاهزة بعد بالضبط. اللي يسأل عن قصة الحادث ماذا بها؟ طبعا أنا صورت مقلب زي ما قلت لكم، وإن شاء الله بكرة يوم السبت راح ينزل لكم المقلب، بس قولوا لي وش الوقت اللي يناسبكم عشان تشوفون المقلب. حتى أنا ما ألوم اللي يجينا الخاص، لأنه أغلبهم كلهم كتاكيت. آسف على الكلمة هذه، لأن كلهم فستك لا تتفلسف يا فستك. ناس كتبت لي على الخاص انت فيلسوف، في ناس كتبت لي على الخاص مسوي تعلمنا كيف نصلي. اذا انت انسان فاهم ما شاء الله وفل اوبشن، في غيرك يحتاج النصيحه حبيبي. الرسول قال اللهم صل وسلم عليه، صلى على رسول الله، قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له. فهذه هديه الصلاه يا شباب، وادعوا ما حديث للنبي ماني حافظ نصا بس انه فاهم يعني وش الحديث، انه شاف صحابي يدعو بعد الاستشهاد في الصلاه انه يقول اللهم اغفر لي يعني، ومن الادعيه هذه. عن نفسي معلومة جديدة علي صراحة، انه في هدية في الصلاة، فسمعتها صراحة وحبيت افيدكم، واتمنى انه وصلتكم المعلومة بشكل حلو. اتمنى. سبحان الله يعني كل صلاة لك هدية فيها، يعني تخيل تدعي اي دعوة ان شاء الله مستجابة باذن الله. فهمت علي؟ فشيء والله شيء مرة حلو صراحة. هي الهدية تدعي اي شيء في بالك. اللهم قنا عذاب النار، عذاب المسيح الدجال، وعذاب في القبر، وعذاب جوج وماجوج، اللهم نجحني، اللهم وفقني الى الاخر. وفي نهاية الصلاة كلنا عارفين أن نقول حنا دعاء للتحيات، وبعدين السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله. الهدية تجي بعد دعاء التحيات. وش الهدية؟ عارفين الصلاة في البداية نقول دعاء الاستفتاح، بعدين نقرأ سورة الفاتحة، بعدين نقول سورة صغيرة من القرآن، بعدين في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع نقول سبحان ربي العظيم. هي فيها أحاديث وفيها أدلة، بس أنا ماني حافظ الأدلة والحديث. شفت شيخ يتكلم عليها وعجبني، يعني عجبني الموضوع، حبيت إني أوصل لكم صراحة. فزبد الموضوع اللي بأتكلم فيه هي هدية الصلاة. كل صلاة تصليها لك فيها هدية. بتقول لي فيصل أنت إيش تتكلم فيه؟ بوضح لك كيف. كما عودناكم يعني بعض الأحيان نتكلم عن موضوع حلو، نتكلم عن نصيحة حلوة، نتكلم عن شيء ذو الثناء، يعني من هذه الأشياء. اليوم بتكلم لكم عن شيء جدا حلو. السلام عليكم، صباح الخير، جمعة طيبة للجميع. أنا عارف إن وجهي مفقع نوم، بس يلا سلكولي شوي.